هلا ويا حلوين، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ يا ريت كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفادون من عنده قدر الامكان. انا اسمي هبة، يوميات رقية. قناتي عبارة عن فلوجات وروتينات. اذا حبيتوني وحبيتوا محتوى قناتي اتمنى من يومكم تشتركون يا طيبين وتفعلون الجرس على الكل فضلا وليس امرا، وتخلون اللايك وثبتون وجودكم تعليق حلو مثلكم يا طيبين. اليوم حبايبي وين ماخذتكم للمول. طبعا اليوم خميس وبرقاوي طلعنا، فشاركتكم هاي الطلعة البسيطة وياكم. يلا حبايبي تعالوا وياي، خلونا ننطلق هسه. راح نسد بابنا ونصعد بالسيارة وننطلق انا وياكم. اتمنى لكم وقت ممتع وياي. شي اكيد حبايب قلبي انتوا تحبون دائما تقولوا لي مرقاوي صورينا من تطلعين من تروحين مثلا مكان. طلبتوا من يمي وهاي بناء على طلبكم حبايبي. طبعا ذاك يوم انا طلعت قلت لكم هماني وبرقاوي بس ما صورت لكم. هالمره حبايبي نزلت لكم هذا المقطع، ان شاء الله يا رب تحبوه. فيعني فشي بسيط مو كلش يعني طويل، لان شويه هوسه المول وما قدرت اصور هوايه. ابو بيس اقعد خليني امنتج، قعدي. فحبايبي هسه احنا هنا متوجهين للمول رايحين، وان شاء الله يا رب يعجبكم الفلوج يا طيبين. هنا وصلنا للمول دريم شو اسمه هذا بزيونة، كلش يعني مول حلو. حبايبي هنا وصلنا هسه للمول دريم سيتي. ان شاء الله يا ربي اتمنى لكم وقت ممتع. طبعا كلش تونسنا هنا وقضينا وقت ممتع. يلا حبايبي تعالوا وياي، مثل ما قاعد تشوفون الاجواء كلش حلوه والجو اليوم كلش حلو، لا هو بارد ولا هو حار، كلش تونسنا اليوم هنا. فراح اشارككم هذا المقطع القصير مثل ما يقول، وبعدها نخلص الروتين مال يوم الجمعه انا وياكم. ابقوا وياي متابعين لنهايه الفيديو، واتمنى اذا عجبكم الفيديو تفعلون بدينا بالسحقات، تخلون اللايك وتثبتون وجودكم تعليق حلو فضلا وليس امرا حبايب قلبي. وهنا دخلنا على المول انا وعائلتي. وقعد ابو بيس شو تريد؟ مو طيت الصمون، شو تريدين؟ قعدي دا منتج حبيبتي. هنا داخلين على المول، راح اخذكم شويه جوله سريعه لحد ما نصعد فوق للكافتريا. طبعا قلت لكم ازدحام وما قدرت اصور هوايه، يعني بس مقاطع بسيطه من الطلعه مالتنا. هاي هنا صاعدين بالدرج رايحين للكافتريا فوق. يا راح نتعشى وقت عشاء، فراح نتعشى حبايب قلبي. شلونكم يا طيبين؟ اتمنى يعجبكم الفيديو، واذا وصلتوا لهنا خلوني اللايك فضلا وليس امرا يا طيبين. وهنا راح اقرا همين تعليقاتكم مثل ما معلمتكم اني بكل فيديو، واجاوبكم على بعض الاسئله. تمام حبايبي؟ هنا حبايب قلبي راح ابدي يومياتي وطبخاتي مع ام علاوي. دائما معدله تكتب لي عاشت ايدك، يعني روتيناتك حلوه، نحب روتيناتك. هي همين صاحبة قناة وعزيزة على قلبي وأحبها كلش هواية. تمام حبايبي؟ يوسف سلام، أريد أسألك سؤال ومن بغداد. بعد هنا نسيم الأمل من سليمانية. أم علي كل الهلا حبيبتي بيك وكل أهل سليمانية. من صلاح الدين همين متابعة، كل الهلا بيك وكل أهل صلاح الدين حبيبة قلبي. زينب محمد من كربلاء، كل الهلا بيك حبيبة قلبي. زنوبة نورتي قناتي حبيبة قلبي. من المغرب جديدة متابعة، كل الهلا بيك وكل أهل المغرب. حيدر الدلفي على مود الدرج، كلش أخاف وبالذات الطابق الثاني، يا ريت مرقاوي تحطون محجر. والله صحيح بناتي احنا لازم نخلي محجر لأن كلش يخوف، بس ما عنده وقت برقاوي يشدلنا المحجر. ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله اذا الله راد نخلي المحجر. وشي اكيد هم اشارككم هذا المقطع. وهنا يا طيبين تعشينا وقضينا وقت ممتع بالمول وخلصنا عشاء وطلعنا هسه متوجهين للبيت حبايب قلبي.
طلعنا رحنا للجراج، اخذنا سيارتنا وطلعنا حبايبي مثل ما قاعد تشوفون. راح همين اصور لكم شويه بالطريق احنا وراجعين، مقطع بسيط، وبعدها نكمل الروتين انا وياكم يا طيبين. يوميات ام كرم همين كلش احبها، هم عزيزه علي، عندها قناه، صاحبه قناه. كل الهلا بيك حبيبتي، نورتي القناه. وام مصطفى من تركيا، عزيزتي كل الهلا بيك، واشكرك حبيبتي، اشكرك على وجودك على راسي، كلش عزيزه علي. نرجس علي همين تكتب لي على مود الدرج، ام رقية دير بالك من الدرج، وكلش اخاف من الصعيدين من الدرج. حبايبي شكرا لكم، شكرا على حبكم الي، شكرا انه تخافون علي. ام نمر من جسر دياله هم متابعتي، كل الهلا بيك حبيبه قلبي. نور الشمس من بغداد، مليون هلا بيك حبيبه قلبي. نازان من ايران، كل الهلا حبيبه قلبي بيك وبكل اهل ايران. ام علي رقاوي عندها غرفه خاصه بيها، اي حبيبتي عندها رقاوي غرفه خاصه بيها شيء اكيد، بس هي ما تحب انه اصور غرفتها، خلتها شيء خاص، فاني ما اضغط عليها. اذا فد يوم يعني قبلت انه اصور لها، اصور مالتها الغرفه، راح شيء اكيد اصور لكم اياها، بس اني ما متاكده انه رقاوي تقبل انه اصور لكم مالتها الغرفه يا طيبين. فاذا قلت لكم يوم من الايام انه قبلت، ان شاء الله اصور لكم اياها حبايب قلبي. تمام حبايبي. ولهنا أنا حبايبي يمكن قرأت كل التعليقات، وكل مرة راح أجاوبكم على تعليقاتكم وسؤالاتكم شيء أكيد. ووحدة سألتني ام رقاوي شنو نوع القهوة مالتش حبيبتي، قلت لكم أني بن العميد أستعمل. صح هي بها نوعيات، أكو نوعية الوسط، وأكو يعني الداكنة حيل، وأكو يعني هيجي البيها هيل هيك، فاني اخذ البيها هيل، في بيها نوعيات. اني بالغلاف مالتها ذبيته صراحه. ان شاء الله مره ثانيه من اشتري قهوه راح اشوف لكم اياها شنو الغلاف مالتها، النوعيه بالذات اللي اني استخدمها. تمام حبايبي. وسالتوني على نوع الحليب اللي استخدمه، حليب باودر طبعا، اي نوع يعني من هذا الوزن اخذه اني، اي نوع تقدرون تستعملون كله يعني زين. وبالنسبة للحليب هذا السعودي مثل ما قاعد تشوفوه، أنا أستعمله دائما للشرب، يعني بالريوق وهيك شيء من عجبنا نشرب نستعمل من هاي النوعية، نوعيتها كل الزينة. ولهنا يا طيبين قدرت يعني أجاوبكم على تعليقاتكم. ووحدة كتبت لي ام رقاوي أشكرك يا ربي، إن شاء الله تدعي لي بالبيت يصير عندنا بيت وأرتاح إن شاء الله حبيبتي، رزقك الله بالبيت وتقعدين وترتاحين بحق محمد وآل محمد. واللهم آمين يعني للجميع إن شاء الله يا رب، يرزقهم رزق الحلال ويستر عليهم وينطيهم راحة البال بحق محمد وآل محمد. طبعا هالمرة أحس نفسي مشتتة، ما قاعد أركز وياكم بين التعليقات وبين سؤالاتكم وبين هاي، عذرا أتمنى تعذروني حبايب قلبي. إن شاء الله الفيديو الجاي أعوضكم أكثر وأكثر حبايب قلبي، وتدللون يا طيبين. هنا كاتبة وحدة همين أنا من سلطنة عمان، أحبك أتابع روتيناتك كلش، والله يحفظكم، ربي يحفظك ويسر عليك حبيبة قلبي ويخليك، وأهلا وسهلا بيك وبكل أهل عمان، على راسي والله، تحياتي إلك حبيبة قلبي. فإن شاء الله ما قاعد أنسى تعليقاتكم. زينب محمد من كربلاء، مليون هلا بيك حبيبة قلبي وبكل أهل كربلاء. قاعد أقرأ والله كل يعني أتذكر تعليق وقاعد أذكر حبايبي، اعذروني إذا قاعد أنسى تعليق. نرجس علي همين كاتبة على مود الدرج، يمكن كررته مرة ثانية بس يلا مو مشكلة. مليون هلا بيك حبيبتي، وأشكرك أنا أنتي إذا تخافين عليه ودا تقولين على مود الدرج خلوه محجر. شكرا لكم يا طيبين، أشكركم لأن أنتم بحياتي، ومليون هلا بيكم. أهلا وسهلا بالمتابعين الجدد والقديمين، كلكم على راسي، اللي الفخر والشرف أنه تعرفت عليكم، كبرت عائلتي بيكم يا طيبين. أتمنى تقضون وقت ممتع وياي وتحبون روتيناتي، وكل شيء يعجبني من تكتبون مرقاوي إحنا إدمان، إحنا نحب الروتينات مالاتك، إحنا تغيرت حياتنا. وحدة كتبت تعليق كلش عجبني، قالت مرقاوي من دخلت القناة تغيرت وتعرفت عليك، تغير كل شيء بحياتي. طبعا كلش التعليق هذا جذبني وعجبني ورديت عليها، أشكرك يا طيبة ومليون هلا بيك حبيبة قلبي. إن شاء الله يا رب تستفادين من دخلتك القناة مالتي
ويفرحك ويستر عليك، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى لكم كل الخير والصحة والعافية والستر وراحة البال بحق محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وأنت السميع العليم. كل مرة بنات كرروا هذا الدعاء، كلش حلو ومهم وينطي راحة نفسية للبشر. دائما استغفروا، دائما صلوا على محمد هواية. بنات لا تتركون الصلاة، استمروا بالصلاة، يعني دائما استغفروا رب العالمين. ترى الدنيا ما قاعد تسوى والعمر كلش قصير، ودا تشوفون هسه شلون قاعد تصير الزلزالات بتركيا وبسوريا. يعني يا رب نتمنى لهم الشفاء العاجل، والله يرحم الموتى ويحفظهم ويفرج عنهم أهل تركيا وأهل سوريا يا رب. ستر وعافية للكل وراحة بال واطمئنان، شيء أكيد كنا نتمنى لهم الخير يا رب، ويحفظهم من كل مكروه، يحفظ أمة محمد، شيء أكيد من ننسى. دعواتنا جميع المسلمين والمسلمات، وأهلا وسهلا بكم حبايبي. وإن شاء الله يا رب قدرت أوصل لكم تعليقاتكم، وذكرت التعليقات مالتكم وقرأت بعض التعليقات. طبعا أبو بيس قاعد بحضني قلقني، أخاف من يمها لا تروح تعضني لو تخرمشني، لأن هي عندها إيش طلعات دائما تكون هادئة وبعدين فجأة تسوي لها مصيبة، فالله اللي يستر. حبايبي بقى عندي لقاح واحد إن شاء الله أشارككم بيه من أروح للمستشفى، راح أصور لكم شلون أروح للمستشفى وشلون أخذ اللقاح، طبعا إذا الله وفقنا وخلانا طيبين ذاك اليوم. تمام حبايبي، هنا جمعة مباركة عليكم. ذاك الروتين مال الطلعة مال مول وهيك شي كان يوم خميس، وهنا هسه صورت لكم هم ثاني يوم كانت جمعة. راح نسوي غدا أنا وياكم، جمعة مباركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا حبايبي ايش راح نسوي؟ راح نسوي غدا اليوم، راح نسوي دجاج شوي بالفرن. هسه هنا أنا مطلعة الدجاجة خليتها تموع. دائما يسألوني تقولون رقاوي ليش تستعملين هذا الدجاج زفر؟ والله هذا تركي مو زفر. طبعا يقولوا ليش ما تجيبين ذبح؟ هو الذبح هم رخيص، أدري هو رخيص بس عائلتي ما تحبه، لأن بالشوي ما يطلع طيب الذبح، ما أعرف ما يعجبهم. فدائما أجيب هاي النوعية التركية كلش طيبة وما بها أي زفرة. مثل ما قاعد تشوفون أنا شو راح أتبلها، راح أملحها كلها وراح أخلي لها رارنج أو نومي حامض وملح الليمون يعني الليمندوزي ودبس الرمان، وأغرقها تغرق وراح أدخلها للفرن. طعمها يطلع يجنن، فالطعم والحموضة والتحميرة هسه شوفوها بعد ما أكمل الشوي مالتها. شوف لكم يا حبايب قلبي، جربوا هاي الطريقة وشوفوا لا يبقى بها لا زفرة ولا أبد، وطعمها يطلع يجنن. فاليوم يا طيبين راح أسوي غدا دجاج شوي، وحسوي شعرية همينة وأسوي تمن همين أصفر وياهم يعني للغدا مالتنا. فكلش فرحانة بيكم، قاعد تصعد القناة، وإن شاء الله أو يعني أبو رقاوي دا يشوف لي ناس يسوي لي القناة، يعني كلش أشكره أني دا يساعدني يعني بهذا الشيء، يعني يعني شلون قلت له أنت ريدك أنت شوف لي ناس ثقة يسووا لي يفعلوا لي القناة، فهو خطية همين قاعد دا يسعي بهذا الشيء. بس بعدها ما كملانة قصة القناة إن شاء الله، يعني التفعيل مالتها إن شاء الله أشارككم إذا فعلت القناة، وأنتوا أول شيء راح أكيد تفرحوا لي وتباركوا لي، ولأن أنا كلش تعبت وأتمنى يا رب يتحقق حلمي وتحقق حلمي، بس بقى بس إن شاء الله تتفعل القناة. وشكرا يا ربي، ألف الحمد لله والشكر من وصلت لهالمواصيل. طبعا لولا رب العالمين وأنتوا أنا ما وصلت لهنا. شكرا لكم يا طيبين، شكرا على تفاعلكم، شكرا على حبكم. أنا هم أحبكم كلش هواية، إيش قد ما تتصورون. من دخلتوا حياتي انتوا غيرتوا حياتي كلها قسما بالله، انطيتوني الفرح، غيرتوا هواي شغلات بي، خليتوني افتح قلبي لكم اكثر واكثر، ونستوني. كنت احس نفسي عائلتي صغيرة وانتوا كبرتوا عائلتي يا طيبين. كلش فرحانة بيكم لان دائما سانديني بوقت مرضي، بوقت ما اني زينة، بوقت ما اني تعبانة، دائما تتحمدولي بالسلامة، دائما تتمنوني الخير وتنصحوني. اتعلم من يومكم وتتعلمون من يمي يا طيبين. كلش هذا الشيء يسعدني ويفرحني، واني قاعد اشارككم حياتي بكل تفاصيلها. مثل ما شفتوا اليوم هنا سويت ذول الشغلات الفارغة كلها ترستها، الشكر، الشاي، التمن، العدس، هاي السوالف. ما دام اني واقفة بالمطبخ فشكو الشي عندي يحتاج له تنظيم او تنظيف، قاعد ارتبه واسويه قدامي.
حتى ما يتراكم علي الشغل وأكمل شغلي. وأبو بيس قلقني كلش، يعني راح يسوي له مشكلة، أدري يعني راح تعضني لو راح تخرمشني. أبو بيس اقعد لا تسوي لك سالفة، ما بيه حيل. فدائما أنا تطلع بالقناة أبو بيس، تعرفون انتو البزونة اللي مربيتها بالبيت كلش أحبها. فهسه تدرون قاعدة بحضني، دا تشوفني قاعد أمنتج، تقول ايش دا تسوي، ايش دا تحكي. فعندها فضول، هي كلش عندها فضول طبعا. وكانت كلش جوعانة. انطيتها أكل، أكلت، انطيتها صمونتها. أهم شي تاكل الصمون تموت عليه. هنا يا طيبين رجعت لكم. أبو رقاوي راد قهوة من عندي، هو وجماعته برا. عاجبه قهوة اليوم. فرقاوي جتي قالت لي ماما، جتي شاورتني، كانت تقول ماما بابا يريد قهوة. قلت لها إيه هسه خلص دبلجة وقوم أسوي له القهوة. شكرا لكم تقولون القهوة شكلها يشهي. طبعا شكلها يشهي والله، وطعامها بعد أطيب. أتمنى تجربون الطريقة وتطلع عندكم كلش ناجحة وطيبة. مثل ما شفتوا الدجاج شلون تحمر وطعمه صار يجنن. وهنا وصلنا تقريبا نهاية الفيديو يا طيبين، علينا وعليكم بالعافية. اللهم أطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد. ومرة ثانية أقول لكم جمعة مباركة عليكم يا طيبين وعلى أمة محمد. وهذا غدانا شاركتكم بيه، سهمكم العافية تمنيته قدامكم. ما بقى عندنا شي بس ورا الغدا. عندي ملابس، أول ما بدأ الفيديو شغلت الغسالة وياكم مثل ما شفتوا. فهسه شنو راح أنشر الملابس، راح أشوف لكم إياها بالحديقة. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تشتركون بالقناة إذا عجبكم محتوى قناتي، وتفعلون الجرس على الكل، وتخلون اللايك يا طيبين. دا أشوفكم أني اللي ما خلي اللايك، خلي روحي يخلي اللايك. أتمنى تصعدون الفيديو. وشكرا لكم، شكرا على تفاعلكم وياي. ومع مليون سلامة، ألتقيكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع المليون سلامة يا طيبين، باي باي.